ده هو يو المعنى الحرفي لكلمة نحس. الواد حظه فار لدرجة ان لو في نيزك وقع على كوكب الارض هتلاقيه نزل على دماغه، يعني بالبلدي كده مغناطيس للمصايب. بس حياته بتتغير 180 درجة لما بيرتبط بزميلته شيكيموري، واللي احنا هنناديها شيكي عشان نسهل الدنيا على بعض كده، صديق الصدوق. فازاي شيكي بقى هتخلي حياة يو افضل؟ كمل معايا الفيديو للاخر صديق الصدوق عشان نعرف، ويلا نبدأ. بيبدأ الانمي مع يو هو بيستعد عشان يروح المدرسة، واول ما بيخرج من البيت بيتكعبل في زلطة وبيتكفي على وشه. فبيقول يو بقى هنبتدي من اولها كده، وبعد كده بيكمل طريقه. فبيشوف غراب بيعمل بيبي عليه لكنه بيتفاداه، بس كنتيجة لده بيتكعبل في حبل وبيقع تاني. وبعد الدشملة دي بيقابل حبيبته شيكي اخيرا، واللي بتكون زي القمر وكيوت كده لدرجة ان الشباب والبنات وكل الناس حرفيا بيقفوا يبص عليها. بس انا عرفت الواد ده حظه فقر ليه، عشان الحظ الحلو كله خده لما ارتبط بالبت المزة دي صديق الصدوق. المهم بيتمشوا الاتنين سوا عشان يروحوا المدرسة، وفجأة بتيجي عربية نص نقل وكانت هتخبط يو لولا ان شيكي انقذته. وبتصدمنا انها مش مجرد بنت كيوت وبس، لا دي لما بيكون يو في خطر بتتحول حرفيا عشان تنقذه. هو مش المفروض العكس؟ ولا في حد لعب في الاعدادات يا جدعان ولا ايه؟ المهم بيوصلوا الاتنين للمدرسة وبيروحوا يبصوا على لائحة توزيع الاسماء، فبيلاقيوا انهم مع بعض في نفس الفصل، فبيفرح جدا. وبعد كده بتيجي صحابات شيكي وهم نيمو وهاتشي، وبتقول نيمو لشيكي انها هي وهاتشي معاهم في نفس الفصل. وفي نفس الوقت بيجي صاحب يو وهو انزو وبيقول له انه معاه في نفس الفصل برضه. وبنشوف مشهد مسخره جدا بيوضح مدى نحس الواد يو، وهي ان المدرسه وقعت منها البشوره اللي بتمسح بيها السبوره، فقامت جايه في رجل بنت وارتدت في الحيطه، وهوب راحت طايره على يو. سبحانه بجد يعني. بس كالعاده بتتدخل المنقذه شيكي وبتضرب البشوره بالبوكس. وبعد كده بيجوا 3 عيال يتنمروا على يو وبيقولوا له ما تسترجل كده ياض، وخد بالك مش كل شويه تسبب متاعب لحبيبتك بحظك اللي شبه وشك ده. وبعدين احنا مش عارفين هي حبتك على ايه بصراحه، هي عامله زي النوتيلا، انما انت برطمان مخلي يخرب بيت وشك. بس في اللحظه دي بتكون شيكي جت وسمعتهم، فبتقول ليو تعال نروح المكتبه. فبيوافق وبيمشوا. فعلى طول بتقوم رازعه العيال بصه معناها تلموا بدل ما اجي اعمل معاكم الجلاشه يا اولاد اللذينه. فبيخافوا جدا منها وبيسكتوا احسن. وبعد كده بيجي انزو يقول ليو تيجي نروح نتفسح بعد المدرسه. فبيقول له يو موافق وش، بس هروح ادعو شيكي. وبالفعل بيروح يدعوها هي وصحباتها، فبيوافقوا وبيروحوا لصاله البولينج عشان يلعبوا كام جيم كده ويتسلوا. وبيمشي يو انزو علشان يجيبوا كرة البولينج. فبتستغل نيمو وهاتشي الفرصة وبيقولوا لشيكي اعملي نفسك فاشلة في اللعبة يا بت. فبتقول لهم ليه بقى ان شاء الله؟ فبيقولوا لها عشان تبقي قدام حبيبك فاشلة فيجي يعلمك وتقربوا من بعض اكتر بقى وكده، خطة ما تجيش على دماغ ابليس حرفيا. المهم بيبدأ انزو اللعب وبيوقع نص الاهداف بضربته، وبعده بتضرب نيمو ضربتها وبتوقع اقل من النص شوية. وبعدها بتيجي المسخرة هاتشي تضرب ضربة ضعيفة وبطيئة كده، بس الصادم انها بتوقع كل الاهداف. وطبعا بيستغربوا وبينبهروا منها. وبيجي الدور على يو، وما شاء الله حتى في اللعب حظه نحس النحس. الواد بيرمي الكوره فبتميل عن المسار وبتوقع هدف واحد بس. فبيقعد انزو ونيمو يتريقوا ويضحكوا عليه، وبتمسك شيك الكوره وبتكون ناويه تنفذ نصيحه نيمو وهاتشي. بس فجاه بينادي يو عليها وبيقول لها انت قدها، انت قدها يا بت يا شيكي. فبتتاثر جدا وبتقرر تلعب بجديه، والبت بتطلع خارقه للطبيعه حرفيا، وبتقدر توقع كل الاهداف 5 مرات متتاليه وبتكسر الرقم القياسي كمان. وكل الناس اللي في صاله البولينج بينبهروا من مدى مهارتها وبيسقفوا لها كمان برضه. وفي نهايه اليوم بيروح الصحاب من طريق وشيكي ويو من طريق تاني. وفجأة بتيجي جريدة طايرة حيرة كده عشان تخبط في يو النحس ده، بس بتصدها شيكي بلمسة سحرية في آخر لحظة. فبيتضايق يو وبيقول لها أنا حاسس إني شاب مثير للشفقة عشان بعتمد عليكي دايما لإنقاذي. لا اتأكد يا فنان علشان شوية كمان على كده وهيبقى اسمك سوسن مش يو. أما بالنسبة لشيكي فبتنقذه من يافطة كانت هتقع على دماغه الأول، وبعدها بتقول له أنا ما يهمنيش كلام الناس، كل اللي يهمني إنك تفضل جنبي وأنا هحميك مهما حصل لأن أنا أصلا حابة كده. فبيتأثر يو وبيقول لها بت أنا بحبك قوي يا بت، ده حتى في التقل زيرو يا ابني ادينا اماره انك راجل بقى الله يخرب بيتك. وبعد كده بيجي ميعاد البطولات الرياضيه للمدرسه، وبيكون يو انزو في فريق كره القدم لانهم شباب، وعلى الجانب الاخر شيكي ونيمو وهاتشي في فريق كره الطايره. وبتيجي شيكي تتكلم مع يو وبتقول له الماتش بتاع الساعه 11 ونص. فبيقول في نفسه حلو قوي انا هروح اشجعها بقى عشان ابان حبيب مهتم وكده. بس لما بيبصوا على موعد ماتش كره القدم بيكون الساعه 11 وتلت، فبياخد يو الصدمه بقى وبيقول يخرب بيت ام حظ النحس يا جدعان. وبتقول شيكي خساره مش هنعرف نشجع بعض كده، الخصم بتاعنا صعب جدا وهو المرشح للفوز بالبطوله اصلا. فبيقول لها الواد يو الطري ده حتى لو افترضنا هفضل اشجعك بقلبي، يخرب بيت تلزقك يلا. واقول لك على حاجه كمان يا وجع القلب يلا تاني. وبيبدا ماتش كره القدم وما شاء الله بدايه القصيده كفر. انزو بيلعب الكره ليو، لكن ابن الفقريه ده لما بيتحرك رجله بتتلوي فبيقع على الارض والكره بتروح للخصم. وبعدها بيلعب انزو الضربه الركنيه فبترتد من الخصم قدام يو والجون قدامه، فبيملي وش رجله
له علشان يشوط، وهوب بيشوط الهوا وبيقع على الارض. ده احنا يا جدع لو جبنا ده كربات يلعب مكانك هيبقى احسن من كده يخرب بيت وشك. وبتكون شيكي واقفه تتفرج من بعيد قبل ماتشها ما يبدا، وبتتضايق من اللي بيحصل ده، ومش بتنتهي عبثيات الواد يو لحد هنا. ففجاه بتتشاط كره قويه عليه، فبتناديله شيكو عشان يتفاداها، فبيعتقد اللهبل ده انها بتشجعه، واول ما بيدور وشه الكره بتشمطه، وطبعا بيفقد الوعي. فبتروح شيكو جري ناحيته وبتاخده للعياده، ولما بيفوق بتقول له المره دي ما كانتش حظ وحش يلا، المره دي كان بغبائك يخرب بيت شكلك. فبيقول لها خلاص يا فنانه وربنا عارف، ومش ناقصه دشمله بقى، كفايه وشي. وبتلاحظ شيكي وجود ندبه كبيره على وشه، فبتساله عنها، فبيقول لها لا عادي، دي تلاقيها حادثه من الحوادث بتاعتي، انا جسمي مليان ندبات اصلا. فبتقول له اهي كده معقوله شويه يا نجم. وبعد كده بتسيبه عشان تروح تلعب ماتش الكره الطايره بتاعها، وبتوصل للقاعه فبتشوف بنت بتبص لها بنظره غريبه كده، فبتقول لها نيمو دي كامي البت الجامده اللي مخليها فريقها مرشح للفوز بالبطوله. وطبعا بيخسر انزو وفريقه ماتش كره القدم، وبيقعد يصيح، بس يو مش في دماغه اصلا، وبيقول له فكك يا عم تعالى نلحق نتفرج على ماتش الكره الطايره. وبالفعل بيروحوا، وبيكون فريق كامي متقدم على فريق شيكي، والبت كامي فعلا بتطلع جامده وعماله تحرز نقاط. فبيعمل الواد يو حركه جنتله، وبينادي على شيكي باعلى صوت، وبيقول لها انت قدها يا شيكي. فبتتصدم شيكي وبتقول حس كده بقى مش هخسر مهما حصل، قوه الحب والهبده هتشتغل دلوقتي بقى صديقي الصدوق. وبتربط شيكي شعرها ولا كانها ابراهيموفيتش في نفسها، وبتنزل جلد في الفريق المنافس، وبتقدر تحرز التعادل، وبتكون النتيجه 21-21، يعني فاضل 4 نقاط بس على الفوز. وبيستمر الفريقين في اللعب بكل قوتهم لحد ما بتنهي شيكي الماتش بالنقطه رقم 25. فبيجي يو يهني شيكي على الفوز، وكمان انزو وهاتشي بيجي يهنوها هي ونيمو. وبعد كده بتيجي البنات كلها تبارك لشيكي، وبيطلبوا يتصوروا معاها كمان، بس بيكون يو واقف جنبها. فبيقولوا مين الواد النايت ده ما شاء الله، مفيش حد مهزقش الفنان. وبتمر الايام وبتتحول شيكي البطله حرفيا، والبنات كل شويه يتلزقوا فيها عشان تاكل معاهم وتصاحبهم، والجو ده يعني ضريبه الشهره بقى وبتاع صديق الصدوق. وطبعا بيكون يوم متضايق لانه ما بقاش عارف يقعد معاها، وبيقول خلاص دلوقتي عرفت ان انا وشيكي عايشين في عالمين مختلفين. فبيقول له انزو اهدى يلا وخف دراما شويه. وفجاه بتتشاط كره على يو، فبيزقه انزو وبتلبس الكره في وشه هو. فبيقول له يو معلش بقى حظ الفقر يجي فيه. فبيقول له انزو ما بناخدش من معرفتك غير الهم اللي منك لله يخرب بيتك. وبعد كده بيمشي يو لوحده، وبيقول انا من غير شيكي بتحصل لي مصايب والله. وبنشوف لمحه كده بنعرف ان انزو سابه عشان الدشمل تاني، ودراعه اتجبس كمان. حقه الصراحه الواد بقى على حياته برضه. وبينزل يومين على السلم ورجله بتفلت، وكان هيودع الملعب حرفيا لولا ان شيكي ظهرت من العدم ولحقته. وبتقول له انت بتروح لوحدك ليه ياض، لو عايز تموت بسرعه قول لي بس. فبيقول لها انت بقيتي مشهوره فقلت بلاش ابقى عقبه قدامك. فبتقول له بطل عبط يلا، انت عارف اني بحب اروح معاك. فبيقول لها حس كده بقى يلا بينا، ده انت كنت وحشاني جدا يا شيخه. تلزيق بروماكس ده يخلي الواحد يرجع صديق الصدوق. المهم تاني يوم بيدي انزو اليو تذكرتين للسينما، وبيقول له خد دول وروح انت وحد عشان انا مش فاضي ورايا شغل كتير. فبتسمعهم شيكي وبتفضل باصه ليو عشان يتلحلح ويروح يعزمها. فاول ما بيشوفها بيروح يقول لها تحب تيجي معايا نتفرج. وقبل ما يكمل باقي الجمله بتقول له موافقه طبعا، هو مفيش حد تقيل في الانمي ده ولا يا صديق الصدوق. المهم بيرجع يو البيت وبيقول في نفسه انا لازم استعد كويس للديت ده، لان قبل كده خرجنا مرتين وحظ الفقر اشتغل. الاول الدنيا بقت رعد وبرق ورياح وامطار واحنا في فصل الصيف اصلا، والتانيه جبت خرم والمحفظه اللي فيها الفلوس وقعت وشيكي دفعت بنفسها. ده انت قعدتك في البيت راحه للكل يا ابني والله. وبيقرر ياخد معاه مظلات احتياطي، وبيربط المحفظه بحبل في جيبه، بس حيلتها ده بيقعد يملى شنطته حاجات لحد ما بتبقى اتقل منه شخصيا وبتقع بيه. اكيد سعد زغلول لما قال مفيش فايده كان بيتكلم على الواد يو النحس ده. وعلى الجانب الاخر بتكون شيكي متوتره وبتبحث ازاي تبقى كيوت في الديت، وبتقعد تجرب كذا اوتفيت بس مش بترسى على حاجه. الفنانه شكلها كده ما تعرفش انها لو لبست الجلابيه هتفضل كيوت برضه صديق الصدوق. وتاني يوم بيروح يو يقابلها وبيلاقيها لابسه فستان بسيط كده، فبتساله عن رايه فيه. فبيقول لها حلاوه والجمال اقسم بالله يا شيخه. وبيركبوا الباص سوا، وبيقول يو ده اول مره نشوف فيلم مع بعض. وبيسرح الواد الفاسق ده بخياله انهم بيتفرجوا على فيلم رومانسي وبيعملوا تنفس صناعي لبعض. فبتقول له شيكي وشك محمر ليه انت بتفكر في ايه؟ فبيتحرج وبيقول لها لا ده انا متحمس بس للسينما. وبيوصلوا للسينما وبيكون معروض اكتر من فيلم. فبيسال يو شيكي تحب تتفرج على ايه؟ فبتقول له اللي انت تقول عليه وانا موافقه. فبيقول لها لا اختار انت عشان عايز اتعرف على ذوقك. فبتقول له حس كده بقى هختار الفيلم ده، وبتشاور عليه. فبيبص يو على الفيلم وبيلاقيه فيلم رعب، فقام واخد الصدمه بقى تستاهل يلا علشان تبقى تفتح صدرك قوي. وبيقعد يفكر مع نفسه هيتصرف ازاي لانه بيخاف من افلام الرعب اصلا، بس بيسرح بخياله تاني الواد المسخره ده. وبيقول اكيد شيكا هتترعب وتنط في حضنه
حضن على طول، فانا طبطب عليها بقى واقول لها ما تخافيش انا جنبك، وبكده هوريها رجولتي. احلام العصر دي ولا ايه يا نجم؟ المهم بيدخلوا الفيلم، والمضحك ده اول مشهد بيخاف منه جدا وبيرقع بالصوت كمان من كتر الرعب. رجولتك دخلت في عيني والنضاره يلا يخرب بيتك. وبعد كده بتعتذر شيكي ليو وبتقول له لو اعرف انك جبان كده ما كنتش اخترت فيلم رعب. فبيقول لها طب يا ست شكرا. وبعد كده بيروحوا محل حلويات علشان يشتروا حاجه ياكلوها. فبتقول شيكي بس مش غالي المحل ده. فبيقول لها ولا يهمك انا كنت بحوش عشان اليوم ده اصلا. وبيحط ايده في جيبه فبيلاقي المحفظه اختفت لان الحبل اتقطع. الله اكبر عليك يا ابني يخرب بيتك. هو بيمشي وهو متضايق وبيعتذر لشيكي على الديت التعبان ده، بس بالصدفه بيلاقي ابوه وامه ماشيين فبيحكي لهم اللي حصل. فبيقترح الاب عليهم يجوا معاهم البيت يتغدوا كلهم. فبتوافق شيكي وبتمسك ام يو المغرفه علشان تحط اكل لشيكي، بس فجاه بتقع منها على الشوكه وسبحان الله الشوكه بتطير في الجو ناحيه يو. بس كالعاده المنقذه شيكي بتمسك الشوكه في اخر لحظه. فبينبهر ابو ام يو منها وبيفهموا ليه الواد ده لسه عايش لحد دلوقتي. وبتقعد شيكي تاكل وبتتبسط جدا من الاكل والاجواء العائليه دي. وبعد الاكل بتروح تغسل المواعين مع ام يو. فبتقول لها ممكن اطلب منك طلب؟ ما تفقديش صبرك مع يو بسبب حظه النحس ده لان عارفه انه هيسبب لك مشاكل. فبتقول لها شيكي بالعكس انا بحب يو بسبب حظه الوحش ده اصلا، لانه رغم تعرضه الدايم للاذى بيحرص على حمايه الاخرين، علشان كده انا هفضل جنبه واحميه. فبتتاثر الام المسخره دي وبتقول يا ريتني كنت حبيبتك. فجرتها الفنانه خالص يخرب بيت وشها، يعني الواد امه عبط. المهم بالليل بتمشي شيكي وبيروح معاها يو عشان يوصلها. وبتساله انت بتحب انواع ايه من الافلام؟ فبيقول لها الافلام الرومانسيه. فبتقول له خلاص المره الجايه نتفرج على فيلم رومانسي. وبعد كده بتيجي الاجواء الصيفيه اخيرا وبيكون الجو حر موت والشمس حارقه. فبتروح هاتش تحط المظله بتاعتها على يو. فبتقول نمو البوتاجاز 5 شعله لشيكي، انت عاجبك الكلام ده؟ فبتقول لها شيكي ده هاتش يعني مش حد غريب، وخف حرقه يا بنت يخرب شيتك. وبتقترح نيمو يروحوا الشاطئ في الاجازه. فبتعجب الفكره الكل ما عدا يو، وده لان جسمه حساس من الشمس فبيتحرق. فبيقول انزو خلاص ايه رايكم نروح النهر عشان الواد يو يتبسط معانا. فبيقول يو لو عايزين تروحوا الشاطئ روحوا مالكوش دعوه بيا، لكنهم بيرفضوا وبيتفقوا يروحوا النهر في النهايه. هو بيسال انزو هاتشي ايه رايك؟ فبتقول له والله يا ابني لا عايزه شاطئ ولا نهر، انا عايز افضل قاعده في بيتي تحت التكييف وكده عظمه قوي. سيب والله يا فنانه. هو بينزل جدول امتحانات الفاينل واللي هتكون لمده اسبوع كامل. فبتقول نيمو المسخره دي هو ده الوقت التمام للتسوق والمذاكره اختياري بقى عندك يا فنانه. فبيقول لها انزو هنسقط الله يخرب بيتك. فبتقول له يا عم اركن دلوقتي انا بفكر اجيب مايو لونه ايه. وفي الاخر صديق الصدوق هتلاقيها طلعت الاولى على الدفعه، معرفش ازاي بس هم كلهم كده يعني. المهم بيقرروا البنات يروحوا لمحل الملابس علشان يشتروا المايوهات. اما انزو بيقول لي يو تعال نروح نذاكر شويه. اهو انزو ده هتلاقيه شايل مادتين في الاخر معرفش ازاي برضه بس هم كلهم بيعملوا كده. هو بعد كده بتيجي البنات تنضم للشباب وبتقول نيمو الله ده انت طلعت بتذاكر بجد يا انزو. فبيقول لها يا اختي عشان الفاينل بقى، وعلى فكره مش هغششك واديكي مجهودي. فبتقول له مش عايزه انا هبصمج الماده ليله الامتحان وشكرا على كده. وبعد كده بنشوف يو ماشي مع شيكي وهو متضايق وبيقول يخرب بيت ام حظي كل الاقلام بتاعتي باظت فجاه اول ما بدا الامتحان. فبتقول له يا عم خلاص حصل خير احمد ربنا ان المراقبه لاحظت وجابت لك قلم قبل الوقت ما يخلص. بس بيكون يو محبط برضه وبيمشي وهو متضايق. وبالليل بتتصل بشيكي وبتقول له لسه محبط ولا ايه؟ امتحان بكره صعب يلا ركز كده. فبيقول لها لا خلاص بقت زي الفل. وبيقعدوا يحبوا يتلزقوا في بعض شويه وبيكبروا دماغهم للماده خالص. وبيقول يو انا عايز اخدك لمكان انت بتحبيه. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها عشان اعوضك عن الذهاب للشاطئ لانك كنت عايزه تروحيه بس اخترت النهر عشاني. فبتتحرك شيكي وبتقول له مفيش مكان محدد في دماغي لان اي مكان نروحه سواء السينما او الملاهي او الجنينه هيكون حلو جدا بالنسبه لي طالما انت معايا. يا على التلزيق يا صديقي الصدوق. والواد المسخره ده بيعيط وبيقول لي انا بحبك قوي. ولما بتقفل شيكي المكالمه بيقول يو احلى طاقه ايجابيه دي ولا ايه؟ وربنا لا اجيب امتحان بكره في شوال. وماله يا فنان هنستناك بقى في السمر كورس. وبتمر الايام وبتيجي الاجازه الصيفيه اخيرا وبتروح الشله بتاعتنا للنهر عشان يقضوها. وبيقول انزو اخيرا بقى هنستمتع بعد المذاكره الجامده بتاعت الامتحانات. فبتقول له نيمو بلاش السيره اللي تسد النفس دي بقى يا جدع. واول ما بيشوفوا النهر بينبهروا من جماله. وبيقول المسخره انزو انا مش مصدق ان الجو جميل كده رغم ان يوم معانا. طب ومشاعر الواد يا فنان مش جاي معاك سكه خالص باللي انت بتقوله ده. المهم بيجهزوا المكونات اللي معاهم عشان يعملوا الغداء. فبيمسك انزو بصلايه عشان يقطعها لكنه بيغزها بالسكينه. فبتقول له نيمو حسبي الله ونعم الوكيل فيك اترزع انت هنا ومالكش دعوه بالطبخ. فبيمسك يو البصله عشان يقطعها هو. فبتقول له نيمو يا لهوي انت لا. وبتقول هاتشي استر يا رب بس بيصدم الكل لما بيقطع البصله باحترافيه شديده وبيصدمني انا شخصيا صديقي الصدوق. فبتساله نيمو انت بتعرف تطبخ؟ فبيقول لها بدخل المطبخ اساعد امي فتعلمت منها. فبيقول انزو ايوه بقى يلا ده انت كده فتح احلام كل بنت.
فبتتعصب شيكي وبتقول له اكتم ياض بدل ما غزك زي البصلايه، عنيفه قوي الفنانه. وبعد ما بيجهزوا الحاجه بيحطوا اللحمه والخضار في سياخ وبيشووها على الفحم عشان يعملوا شويه كباب يظبطوا المسائل. بس بتعمل شيكي طاسه كباب حله كده وبتقول له يو دي مخصوص عشانك. فبيبص انزو ونيمو وهاتشي عليها من جمالها وريحتها وبيقولوا ليو ولع معاك يا عم ربنا يسهل لك، اهو القر ده هو اللي جاب الواد ده لورا. وفعلا الواد يا عيني بياخد لقمه يدوقها وهوب ثانيه واحده وبيرجع وبيقول في نفسه استغفر الله العظيم ايه القرف ده، البتاع طعمها مالح وحلو وحراق ولاسع في نفس الوقت ده كله. فبتتصدم شيكي من رد فعله وبتقول له هي وحشه للدرجه دي، وبتدوق لقمه فبتقوم مرجعاها كمان وبتقول له لا ده انت طلع عندك حق. بس الواد الاهبل ده بياخد لقمه تانية وبياكل. فبتتصدم وبتقول له انت بتعمل ايه ده طعمها وحش فعلا. فبيقول لها بس انت بذلت جهد وطبختها ليا بكل حب فلازم اقدرها، لا ده انا كده اللي هرجع من كتر المحن والتلزيق ده يا فنان. وبعد الكلمتين الحمضانين دول بتقول له شيكي اوعدك اني هتعلم اطبخ بشكل كويس. وبيقعدوا ياكلوا الكباب عشان مش ناقصه تسمم غذائي. وبتقول نيمو الواحد محتاج يحل بعد الوليمه دي. فبيجي يو وبيقول لهم اقدم لكم اللزلوزه. فبتقول له ده اختراع جديد من بلبن ولا ايه؟ فبيقول لها لا دي جدعانه مني كده، عباره عن طبق بسكويت وفوقها نوتيلا وحته مارشميلو ونقفل بطبق بسكويت تانية. فبتقول له يو ايوه كده دلعني اموت انا في لزاليزك يا عم يو. وبياكلوا كلهم منها وبتعجبهم جدا. وبعد كده بيروحوا عند النهر عشان يسبحوا بس بيشوف يو طفله صغيره الميه بتجرها بعيد فبينط وراها وبيقدر ينقذها وبيطلعها لفوق. بس المنحوس لما بيجي يطلع رجله بتتلوي فبيقع تاني ومش بيقدر يعوم. فبتقول الطفله يا لهوي الراجل بيغرق. فبيسمع صوتها بقى الشله وبيعرفوا ان يو في النهر. فبتنط على طول شيكي في لقطه سينمائيه كده وبتنقذ يو. تيجي ام الطفله تشكر يو والطفله بتبوسه في خده. فبتغير منها المسخره شيكي فبتقول لها نيمو اهدي يا اتنشن دي طفله صغيره. وبعد كده بيروحوا كلهم يلعبوا ويستمتعوا في النهر. وبنشوف لقطه مسخره جدا بيشتري يو شيكي ايس كريم سوا وبتكون شيكي هتدوق الايس كريم بتاع يوكا حركه رومانسيه بقى وكده. بس قبلها بثانيه بيجي المحشش انزو وبيزلط الايس كريم بتاع يو على بق واحد. فبتفقد شيكي النطق حرفيا بقى بس بعدها بتردها له وبتاكل الايس كريم بتاعه هي كمان. وبيمسكوا الاتنين في خناق بعض. فبيقول لهم يو صلوا على النبي يا جدعان ده ايس كريم يعني. وبعد الرحله اللي مليانه ضحك وتحشيش دي بيركبوا الباص عشان يرجعوا المدينه. وتاني يوم بيشوف يو في الاخبار ان مهرجان الالعاب الناريه هيكون اخر الاسبوع. فبيقول لشيكي انا عايز اروح معاكي مهرجان الالعاب الناريه. فبتوافق وش وبيلبس يو اليوكاتا وده الزي الرسمي بتاع المهرجان بمساعده ابوه. وعلى الجانب الاخر بتكون شيكي مش عارفه تلبسه وبتقعد تصيح. فبيجي اخوها فوجي وبيساعدها وبيقول لها يلا حل عن دماغي بقى، حب الاخ نعمه برضه يا جدعان. وبيكون يو واقف مستني شيكي واول ما بتيجي وبيشوفها باليوكاتا بيقول في نفسه يا لهو على الجمال واللطايف والقطايف يا جدعان. وبيقعد الاتنين الملزقين دول يمدحوا في شكل بعض باليوكاتا وهم محرجين على الاخر. وبيروحوا يتفسحوا في المهرجان وبيشتري يو غزل بنات. وبعد كده بيشوفوا محل لعبه النشان. فبيقول يو لشيكي تعالي نلعب عشان اكسب هديه واديها لك. فبتقول له تمام. وبيمسك يو البندقيه وبيضرب كل طلقاته بس مش بيسيب اي هدف. الواد من هنا ورايح اسمه يو خيبتها ماشي يا صديقي الصدوق كل ما تسمع اسم يو قول خيبتها تمام. وبتقول شيكي هجرب حظ انا كمان. فبيقول لها صاحب اللعبه وماله بس خلي بالك علشان دي صعبه على البنات. لكنها مش بترد عليه وبتمسك البندقيه وبتسيب كل الاهداف حرفيا. فبياخد الراجل ده الصدمه وبيقول في نفسه هي البت دي بنت قاتل متسلسل ولا ايه. وبتكسب شيكي هديه عباره عن دميه ثعلب وبتديها ليو. فبيقول لها بس انت اللي كسبتي. فبتقول له اه بس انا كسبتها عشان اديها لك اصلا يا حبيبي. اه يا ابن المحظوظه يا فوزي ملزقين بس ايه نينجا برضه. وبعد كده بتيجي بقى الشله يتجمعوا مع يو شيكي وبيروح يو يتنافس مع انزو في لعبه صيد السمك الذهبي. وكالعاده بيخسر الواد خيبتها ده. فبتيجي المسخره شيكي وهي غضبانه وبتقول لانزو تعالى لي بقى يلا انا هنتقم ليو حبيبي. وبيلعبوا مع بعض منافسه شرسه جدا والوقت بيعدي. فبتقول نيمو الالعاب الناريه هتبدا دلوقتي. وبتروح هي وهاتشي يزحلقوا شيكي عشان تمشي هي ويو. وبيلعبوا هم مع انزو. وبالفعل بيروح يو وشيكي لوحدهم سوا عشان يتفرجوا على الالعاب الناريه. بس شبشب شيكي بيتقطع على حظهم لكن يو مش بييأس وبيقرر يشيلها على ظهره. هو بيمشي بيها مسافه كبيره جدا وهو على اخره بس بيستحمل بقى علشان خاطرها والحب والتلزيق ده. وبيوصلوا اخيرا للمكان السري بتاعهم وبيقعدوا يتفرجوا على الالعاب الناريه. وبيعترف يو ان السنه اللي فاتت كان عايز يدعوها تحضر معاه المهرجان بس خاف يترفض لانهم كانوا لسه اصحاب وشغل اللي هو انت زي اختي والكلام ده يعني. فبتصدمه شيكي وبتقول له يا غبي انا كنت بكراش عليك انا كمان وعايزاك تدعوني اصلا. اما قصه تقطع القلب صحيح يا دي ملزق انت وهي فعلا. بس بعد كده بتشكره انه دعاها للمهرجان السنه دي وبتقول له ان ده احسن تعويض عن السنه اللي فاتت. والايام بتجري بسرعه جدا وبتنتهي الاجازه الصيفيه. فبترجع الشله بتاعتنا للمدرسه عشان يجهزوا الدنيا للمهرجان الثقافي. وبيكون يو هاتش في قسم الملابس انما شيكي في قسم الديكور. ونيمو وانزو بينقلوا الامتعه. وبيجي اخيرا اول يوم للمهرجان. فبيروح يو المدرسه وبياخد ورقه رقم من زميله وبيكون الرقم 44. فبيقول اهلا دي شكلها سنه عسل من اولها. وبالمناسبه صديقي الصدوق رقم 4 عند اليابانيين معناه الموت. وبتعمل نيمو وباقي الشله فكره وهي كافيه الحيوانات وبتلبس هي والكل كوسبلاي
الحيوانات عشان يجذبوا الزباين ليهم ويحققوا اعلى ارباح في المهرجان السنه دي. وكالعاده المسخره يو وهو بيجيب اوردر كده للزباين بيتزحلق ولسه كان هياكل حته وقع عنب والاوردر يبوظ، لكن حفظنا خلاص شيكي بتيجي تلحقه وبتمسك الاوردر كمان في اخر لحظه. وبعد ما اليوم بيخلص بيتمشوا الاتنين سوا وبيقول يو انه بكره الشيفت بتاعه في المكتبه مش الكافيه. فبتقول له شيكي طب خد بالك بقى عشان انا هكون في الكافيه، مش عايز الاقيك وقعت رف كتب على دماغك فاهم؟ فبيقول لها عيب عليكي كله هيبقى تحت السيطره. وتاني يوم بيروح يو المكتبه وبيكون معاه في الشيفت كامي وبيبدا يساعدها في وضع الكتب في اماكنها المخصصه على الرف وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتكون علاقتهم قريبه. وبنرجع فلاش باك قبل سنه ونص من دلوقتي وبنعرف منه ان يو اتعرف على كامل اول مره في المكتبه وهو وقتها كان اول مره يتم تكليفه بالعمل في المكتبه. وبتقول كامل يو انت مختلف عن اول مره اتقابلنا فيها من سنه ونص، يمكن عشان عندك حبيبه دلوقتي يا خلبوس. فبيتحرج وبيقول لها انت عرفتي؟ فبتقول له اه زمايلي في فريق كره الطايره كانوا بيتكلموا عنها، شيك البت الكيوت الشاطره وفي نفس الوقت رياضيه جامده جدا. وبعد كده بتتحول حرفيا وبتقول له علاقتكم عامله ازاي ياض؟ فبيقول لها انت عايزه تعرفي قوي كده ليه؟ فبتقول له عشان مهتمه بشيكي، قول لي بقى ارتبطتوا امتى ومين اللي بدا يحب التاني؟ فمش بيقدر يرد لانه مش مستوعب اللي بيحصل ده اصلا. وبتشوف شيكي في لوحه ارقام القدر ان رقمها 78 ورقم يو 44 فبتتضايق جدا. فبتيجي نيمو تحاول تواسيها وبتقول لها خلاص بقى فكك من الارقام دي، ده اي هبل في الجبل. وبتشرح هاتش الحوار ده وهو ان ال 600 طالب اللي في المدرسه اتوزع عليهم ارقام من 1 ل 300 يعني كل رقم خدوا شخصين. ودي الفكره بتاعت الحوار لان الشخصين دول حسب الاسطوره هيبقوا قابل ومش هينفصلوا عن بعض طول السنه. وبتقول شيكي انا مش هسكت ولا الشخص اللي معاه رقم 44 وبدل معاه. وبنرجع ليو اللي بيحكي لكامي علاقته بدات ازاي مع شيكي. فبيقول انا وهي السنه اللي فاتت في المهرجان الثقافي حصلنا على نفس رقم القدر فكان بدايه العلاقه بينا لاننا اتمشينا مع بعض ورحنا ناخد صوره زي القبل. وبالفعل بعدها اعترفت لها بحبي وهي وافقت وبقينا قابل لحد دلوقتي. فبتتاثر كامي وبتقول يا سلام هي دي قصص الحب ولا بلاش؟ الفنانه طلع عندها جفاف عاطفي بروماكس. وبتفضل شيكي تدور على الشخص اللي معاه رقم 44 بس مش بتلاقيه وده صديق الصدوق لان الشخص هو كامي. عشان كده كامي كانت بتسال يو بقى هو وشيكي قابل ازاي. وبعد كده بتعرف شيكي اخيرا ان رقم 44 مع كامي. فبتروح هي ونيمو للمكتبه عشان يقابلوها وبتقول لها شيكي ارجوكي بدلي رقمك معايا. فبتسالها كامي اشمعنى رقمي يعني؟ فبتقول لها شيكي وهي محرجه عشان يبقى معايا نفس الرقم بتاع حبيبي. فبتطلع كامي بنت ناس مش حربوها وبتدي الرقم وبيجي ويشكر كامي على الوقت الممتع اللي قضاه معاها. وبعد كده بيمشي هو وشيكي. بس بنشوف حاجه قمه في الصدمه اول ما بتخلى كامي لوحدها بتقول البت شيكي دي طلعت صادقه وشجاعه جدا، على الاقل قدرت تيجي وتعترف ان يو حبيبها بكل سهوله، انما انا فضلت كابته المشاعر دي جوايا. يعني كامي طلعت بتكراش اصلا على يو من زمان قبل شيكي. بس الصدم اكتر ان شيكي بتيجي شخصيا تدي الرقم لكامي وبتقول لها ده بتاعك انت وانا ما اقدرش اخده منك واسلبك مشاعرك. فبتتنح كامي من الصدمه وبتقول لها انت عرفت ازاي؟ فبتقول لها شيكي احساس قال لي كده، تصرفاتك ونظراتك كانت بتدل انك بتحبي يو. فبتقول لها وانت مش هتزعلي لو خدت الرقم بتاع حبيبك؟ انا فكرتك جايه تضربيني اصلا. فبتقول لها شيكي لا مش هزعل طبعا ومستحيل اتصرف معاكي بوقاحه لان كونك بتكن مشاعر لحبيبي دي حاجه ما تزعلنيش، المشاعر دي حق مشروع لاي حد. فبتتصدم كامي من الكلام المحترم ده وبتقول لها يعني مش هتكوني متضايقه عشان انا خصمك وانت كده بتساعديني؟ فبتقول لها شيكي لا مش متضايقه ويو لو مكاني كان هيعمل نفس اللي عملته. فبترتاح كامي وبتقول عموما انا مش محتاجه الورقه دي لانك تستحقيها وانا كده كده مش هعترف بمشاعر اليو ابدا. وفجاه بتبدا تبكي وبتقول لها انا اسفه اني بحبه وانت موجوده بس خلاص مش هقرب منه تاني. تتصدم شيكي جدا وبتقطع الورقه اللي عامله حوارات دي تاخد كامي في حضنها وبتقول لها ما تعتذريش لانك مش غلطانه اصلا، انت بتضحي بمشاعرك من اجل انا ويو ودي حاجه لطيفه منك بس برضه لازم تقدري المشاعر دي وتعتز بيها. فبتهدى كامي اخيرا وبتشكر شيكي على كلامها ده. هو اللي انا مستغربه صديقي الصدوق انهم بيكرشوا على الواد الخايب ده بس نقول ايه ارزاق بقى. المهم بعد ما بتمشي شيكي بتقول كامي مع نفسها انا مبسوطه جدا ان واحده زي دي حبيبه يو وبتتمنى ليهم التوفيق في علاقتهم مع بعض. البت كامي دي شكلها واخده سلكان الكوكب كله. وبيكون يو اشترى هديه عشان يقدمها لشيكي بمناسبه عيد ميلادها وده لان الفالح فوت عيد ميلادها السنه اللي فاتت. وبيكون النهارده هو اخر يوم في المهرجان الثقافي خلاص. فبتروح الشله بتاعتنا وكل الطلاب المدرسه الحانه يحتفلوا ويهيصوا وبتسال هاتشي ونيمو البت شيكي اتصورت مع يو برقم القدر ولا لا؟ فبتقول لهم لا ضاع مني للاسف وبتخبي عليهم حوار كامي ده. وبعد كده بيطلب يو من شيكي يروحوا الحديقه لوحدهم. فبتوافق وبتساله كنت عايز تقول لي حاجه؟ فبيقول لها ايوه وبيطلع الهديه وبيقول لها كل سنه وانت طيبه يا بت بنت قلبي يخرب بيت تلزقك يا جدع. وبيقول لها دي هديه عيد ميلادك واعتبرها بالمره هديه ذكرى اول سنه ارتباط لينا. الواد وفر وضرب عصفورين بحجر واحد ابن اللذينه. وطبعا بتفرح شيكي جدا وبتشكره على الهديه وبتقول له ممكن افتحها دلوقتي؟ فبيقول لها اكيد. فبتفتحها وبتطلع سلسله فضه على شكل قلب وبتعجبها. فبيقوم واخدها منها وبيلبسها لها بنفسه وبيقول لها انا هفضل جنبك دايما مهما حصل لان عايز اشوف ابتسامتك الحلوه
الحلوه دي، فبتتاثر وبتفضل تبكي المسخره دي، وبتقول له انا كمان رغبتي زيك بالظبط. فبيقول لها طب ابتسمي بقى وبطلي نوحي نكد منك لله. فبتبتسم اخيرا وبتقول له ايه رايك كده؟ فبيقول لها ابتسامتك تتباع في الصيدليات يا بنت والله. الواد ده واخد تلزيق الكوكب كله تقريبا، صديق الصدوق بالكلام اللي هو بيقوله ده. وبتبدا الدراسه، لكن بيكون يو غايب عشان تعبان. فاول ما بيجي انزو بتصيح نيمو في وشه وبتقول له صاحبك غايب ليه؟ فبيقول لها وطي صوتك يا اللي منك لله سرعتيني، وبعدين انت جايبه طاقه ترغي منين على الصبح كده؟ فبتقول له حوش مين بيتكلم؟ الواد اللي مشمر كمامه في التلج ده، دول قلبوها مردعه حرفيا. وبعد ما بيستهدوا بالله بيعرفها انزو ان يو قال له، وطلب منه يكتب ملاحظات ليه كمان. فبتسمع شيك الكلام وبتتضايق ان يو قال لانزو وهي لا، دي بتغير من صاحبه كمان. اما عليهم حاجات غريبه البنات دول. وبيقعد انزو يتكلم مع نيمو وهاتشي وبيقول لهم البت دي دماغها تعبانه قوي، دي بتعتبرني منافس ليها على يو عشان قريب منه. فبتقول له هاتشي طب ما انا ونيمو قريبين من يو ومش بتتضايق مننا زيك يلا. فبياخد الصدمه بقى وبيقول واه يعني بتكرهني لوحدي؟ فبتقول له نيمو لا يا عم دي بتهزر معاك، ده انت فله. شيكي بس زعلت ان يو طلب منك تكتب الملاحظات رغم انها اشطر منك وممكن تكتب ملاحظات ليه وتهمل نفسها حرفيا. وبعد نهايه اليوم الدراسي بتيجي شيكي تقول لانزو ممكن اروح معاك النهارده نزور يو؟ فبيوافق وبيمشوا سوا. فبتقول نيمو نهار اسود مش هينفع نسيبهم لوحدهم، دي ممكن تشلوحوا، روحي يا بت هاتشي وراهم عشان عندي تمرين دلوقتي. فبتقول لها هاتشي خالصه سيبوهم ليه، وبيتمشوا الاتنين سوا. وفجاه بتقول شيكي ممكن نروح السوبر ماركت نجيب حاجه؟ فبيقول لها انزو ماشي. وبتروح تشتري دواء كحه ليو وبتسال انزو تحب السناك ده اكتر ولا ده يا اخويا؟ فبيقول لها اليمين طبعا، ده بنكهه العنب. ايه ده لحظه اخويا؟ فبتتحرك شيكي وبتجري بسرعه وبعد كده بتديله السناك. فبيقول لها ده ليا؟ فبتقول له انت بتحب العنب. فبيتصدم وبيقول لها انت عايزه مني ايه؟ وبتشوفهم هاتشي وبتقول كده فهمت وحليت اللغز كمان. فبيتصدموا انها موجوده وبيسالوها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لهم كنت ماشيه وراكم في السر عشان احل اللغز. فبيقول لها انزو اللغز ايه يا وليه؟ فبتقول له حقيقه قلبي شيكي. فبيستغربوا وبتقول شيكي قلبي يعني ايه؟ تتقمص هاتشي شخصيه المحقق كونان وبتقول انت عندك اخ اكبر منك ودايما بتحاولي تقربي منه بس بتفشلي في كده، فبتعامليه ببرود اكتر، ودلوقتي انت بتخلطي بين انزو واخوكي بشكل غير واعي. فبيتصدم انزو وبيقول يعني كل ده شيكو ما كانتش بتعتبرني منافس ليها؟ فبتقول له لا هي بس كانت بتفعل وضعيه الاخت الصغيره عليك. فبيقول لها هي كده معقوله شويه، وبيقعدوا يضحكوا وبيقول يعني السناك ده من اختي الصغيره اللطيفه بقى؟ فبتقول له هاتش اجلد يا فنان. فبتتعصب شيكي وبتقول لهم اكتموا يا ولاد اللذينه. وبعد كده بيجي دور برد الهاتش وانزو هما كمان. فبتخرج نيمو وشيكي يتفسحوا لوحدهم وبالصدفه بيقابلوا كامي. فبيدعوها تيجي معاهم وهي بتوافق على طول. وبيروحوا المول ياخدوا جوله كده وبتلعب كام لعبه معينه كده بس مش بتقدر تكسب. فبتيجي شيكي تلعب هي وبتكسب من اول محاوله كالعاده وبتدي الجايزه لكامي. فبتقول لها لا انت اللي كسبتيها دي حقك. فبتقول لها شيكي بس انا كسبتها عشان اديها لك اصلا. هي تقريبا حافظه الجمله دي وبتقولها لاي حد. وطبعا بتتحرك كامي وبتقول لها خلاص تعالي نلعب لعبه تانية عشان اكسب واديك الهديه. وبالفعل بيلعبوا وبتكسب دبدوب كده وبتديه لشيكي وبتشوفهم نيمو من بعيد. فبتتصدم جدا ان كامي بتضحك ومبسوطه كده لان كامي طول عمرها كانت انطوائيه ومش بتاعه علاقات وكده يعني. وطبعا صديق الصدوق السبب في تغيير شخصيتها كان شيكي بعد الكلام اللي قالته لها بخصوص مشاعرها لو تفتكر يعني. وبيروحوا الثلاثه ملعب كره السله عشان يلعبوا سوا بس بيكون الملعب محجوز من بنتين شكلهم مريب كده وبيقولوا الملعب محجوز لينا لو عايزين تاخدوه كسبونا، لكن الشله بتاعتنا بيقرروا يمشوا احسن. فبيقولوا البنتين قولوا انكم خايفين تتحدونا بقى. وطبعا بعد كلمه تحدي دي الدم بيغلي في عروق شيكي وكامي وبيقولوا لهم طب تعالوا بقى يا ولاد اللذينه وعينك ما تشوف الا النور صديق الصدوق. بيحطوا على الاتنين بسكور ساحق حرفيا. فبيقولوا جوز المضحكين دول يا ساتر يا رب احنا شكلنا اتحدينا الشخص الغلط. وبيتصوروا الخمسه مع بعض صوره جماعيه بعد الجلد ده. وبعد كده بتودع شكل الاتنين نيمو وكامي وبتروح. وبتقول نيمو لكامي انا مبسوطه جدا اني شفتك مستمتعه كده من زمان وانا نفسي اخرج معاكي ونقضي وقت حلو. فبتشكرها كامي وبتعتذر لها انها كانت انطوائيه قبل كده وبترفض تخرج معاها. فبتقول نيمو لا عادي ولا يهمك بس دلوقتي بقى عايزه اتعرف عليك اكتر. فبتقول لها وماله اساليني اي سؤال. فبتقول لها نيمو انت ما كنتيش سعيده ومرتاحه البال كده زمان؟ انت كنت شبه بتتألمي من جواكي فممكن اعرف مين الشخص الجامد اللي غيرك؟ فبترفض كامي تجاوب وبتقول لها انا اسفه بس مش هقدر اقول لك بس ان شاء الله في يوم من الايام هقول لك. فبتبتسم نيمو وبتقول لها وماله انا في انتظارك تقولي لي في اي وقت. وبتمر الايام وبيجي فصل الخريف وده ميعاد المهرجان الرياضي وبيعلن المدرس عن كل المسابقات وبيجي سباق الجري المتتابع وبيقول سباق الجري المتتابع محدش اتطوع للمشاركه فيه عشان كده هيتم اختيار الطلاب عشوائي. وبيروح يسحب ورقه عشوائيه وبيقول الا السباق ده انا ما بعرفش اجري بس كالعاده بيطلع في سباق الجري المتتابع. فبيقول ملعون ابو حظ النحس يا جدع. وبتيجي هاتشي عشان تسحب وهي بتقول يا رب ما يجيش سباق الجري المتتابع بقى بس برضه بتطلع فيه هي كمان. فبتفتح في العياط هاتزيو النحس طفح على اصحابه هم كمان
كمان تقريبا. ولما بتشوفهم شيكي بتروح تبدل ورقتها مع بنت كده عشان تشارك هي كمان. طبعا ما حبيب القلب موجود، فدلوقتي بقى السباق حلو. المهم بيكون فاضل شاب وبنت يتطوعوا، فبيشارك انزو ونيمو عشان الشله تكمل. فبيقول لهم المدرس طب ليه ما شاركتوش من الاول يا ولاد اللذينه؟ وتاني يوم بيتجمعوا الخمسه مع بعض عشان يتدربوا على السباق. نيمو الاولى، وهاتش الثانيه، ويو الثالث، وشيك الرابعه، واخيرا انزو الخامس. واللعبه دي من اسمائها سباق الجري المتتابع، يعني الشخص الاول يجري مسافه معينه لحد ما يوصل للشخص الثاني ويسلم له الرايه، فبيقوم هو يكمل السباق لحد الشخص الثالث، وهكذا بقى. وبيكون انزو وشيكي ونيمو تمام، بس المشكله في المعاتيه يو هاتشي. الاخت بطيئه جدا وبتجري زي السلحفه، والاخ يا دوبك جري خطوه وقام متكعبل. بس بيتفقوا كلهم انه الثلاثي السريع هيعوضوا الثنائي الضايعين دول. وبيفضل يو هاتشي لحد بالليل يتمرنوا على الجري عشان ما يبقوش ملط خالص في السباق. وتاني يوم بيبدا المهرجان الرياضي وبيجي ميعاد سباق الجري المتتابع. فبتستعد الشله بتاعتنا وبتقول نيمو احنا لازم ندعي ان رباط جزمه يو ما يتفكش عشان ما يقعش ويعطلنا بحظه الفقر ده. فبيقول لها انزو والله يا بنتي لو صليتك ايام الليل برضه هتحصل حاجه نحس. فبيقول يو راعوا مشاعر طيب يا جدعان، هو في ايه؟ وبتكون هاتشي متوتره جدا، فبتمسك شيكي ايدها عشان تطمنها وبتقول لها مش مهم نكسب، اهم حاجه نستمتع كلنا. واخيرا بيبدا السباق وبتتسابق نيمو الاول مع المنافسين وبتسبقهم وبتوصل لهاتشي الرايه، تاخدها هاتشي وبتجري باقصى سرعتها وشكلها بيكون مسخره حرفيا كده، وبتكون ماشيه تمام بس فجاه بتتكعبل وبتتكف على وشها. فبيتصدم الكل وبيقول انزو هي لعنه رباط جزمه يو جت فيها ولا ايه؟ الواد فعلا موازى حرفيا يا جدعان. وبتتحامل هاتشي على نفسها وبتقوم تدي الرايه ليو، فبيجري باقصى سرعه عشان يحاول يعوض الدنيا لانهم دلوقتي في المركز الاخير. بس كالعاده حظه الفري بيشتغل وكان هيتكعبل، لكنه بيفتكر جمله هاتشي ليه وهي انا هعتمد عليك. فبيقرر يخلع الجزمه ويكمل جري وهو حافي. فبيضحك عليه الواد المحشش انزو، بس بيقدر يوصل لشيكي وبيسلمها الرايه وبيقول لها ارجوكي فوزي. فبتفعل البت واد عشانك ما شاء الله وبتدوس بنزين وبتسبق كل المنافسين في لحظه، والكل بيتصدم وبينبهر في نفس الوقت من جمدانها. وبيقول انزو في نفسه ده انا لو ما كسبتش بعد اللي عملته ده هتشلوحني. وبيفوق كده من التحشيش بتاعه ده وبياخد منها الرايه وبيطير باقصى سرعته. وبعد سباق مشتعل جدا بيقدر يوصل لخط النهايه في المركز الاول بنجاح. فبتفرح الشله بتاعتنا وبيروح يو نيمو ينط على انزو من الفرحه، وبعد كده بيروح يو يحضن شيكي ويتلزق فيها. ما بيصدق بقى الواد الفاسق ده، وبتشكر هاتشي باقي الشله وبتقول لهم انا ما كنتش بحب الجري بس حقيقي استمتعت جدا، انتوا صحاب افتخر بيهم بجد يعني. وبيتصوروا مع بعض صوره الفوز بقى وهم مبسوطين. وبعد كده بتروح شيكي المول عشان تتسوق، بس بيروح معاها اخوها فوجي عافيه كده. فبتقول له انت جاي ليه؟ يالا حل عن دماغي بقى يخرب بيت شكلك. فبيقول لها لقيت نفسي فاضي فقلت اجي ارضيكي شويه، لا سبب مقنع الصراحه يعني. وبتقول له انا اروح بقى محل الملابس اشتري حاجه فشويه خصوصيه بقى يا بقى. فبيقول لها ماشي غوري بقى لما تخلصي رن عليا عشان اجيلك يا بت. وبتكون شيكي محتاره جدا تختار ايه تلبسه لان ده اول ديت ليها هي ويو من فتره طويله جدا. وبنرجع فلاش باك بنعرف منه انهم اتفقوا يروحوا حديقه ملاهي لسه فاتحه جديد كده عشان معروف ان الكابلز بيروحوا يقضوا وقت ممتع فيها. بس في الاخر مش بتقدر تقرر هتشتري ايه وبتروح تقابل فوجي. بس المضحك انها بتلاقيه واقف وحواليه بنتين وبيحاولوا يقنعوه يخرج معاهم ويقضوها، والواد مكسوف ومش عارف يرد. فبتروح شيكي تنقذ الواد وبتاخده وبتمشي. فبيقولوا البنتين يا خساره ده طلع مرتبط، يعني لون شعره البنك المميز ده وعينه الزرقاء زيها بالظبط، ما جوش معاكوا سكه انهم اخوات مثلا. المهم بتقعد شيكي تتريق على فوجي وبتقول له انت مكسوفه يا بطه. فبيتعصب وبيقول لها ده مش كسوف على فكره، انا بس مش بعرف اتعامل مع الناس الغريبه. فبتقول له يا ابني ما هو ده كده كسوف. فبيقول لها ما تدخلينيش في تفاصيل لو سمحتي. بس الفنانه مش بتحله وبتفضل ترازي فيه هي كمان. وبنرجع للماضي وبنشوف طفوله شيكي اللي كانت صعبه جدا. فكان فوجي بياخدها تتعلم الكاراتيه عشان تبقى قويه وتدافع عن نفسها. وكانت امها بتعاملها بقسوه زي انها مثلا كانت بتعمل الاكل محروق بس بتجبرها تاكله، وكانت بتخليها تغسل المواعين كمان. بس بعد فتره اعتزل فوجي لعب الكاراتيه عشان يمشي ورا حلمه. وقال لشيكي انت كمان مش عايزك تبقي زيي او زي امي، لازم تدوري على حلمك او حاجه انت بتحبيها وتمشي وراها. وفي احد الايام كانت صاحبتها بتتكلم معاها وقالت لها انت بتقراي مانجا؟ فقالت لها ايوه احيانا يعني. ففرحت صاحبتها وقالت لها طب خد المانجا دي وقريها هتعجبك جدا. وبالفعل خدت شيكي المانجا وقعدت تقراها. وكانت المانجا عباره عن رومانسيه ومحن من اللي يجيبوا المغص دول. بس سبحان الله العبط ده عجب شيكي جدا وخلاها تطلع قلوب من عينها كده، وقالت انا عايز اعيش قصه حب زي دي انا كمان. ومن ساعتها قررت تعتزل الكاراتيه هي كمان، وقالت انا حلم ابقى بنت كيوته بسكوته كده وارتبط بواد وسيم ونقضيها لفلفه وتلزيق. الله عليك يا فنانه، حلم يستحق الدفن حرفيا يعني. وقامت بقى مغيره شعرها اللي شبه الولاد دي وبقت تتمرن عشان وزنها يقل وجسمها يبقى رياضي كده. وراحت تشتري فساتين وهدوم جديده على شويه ميك اب بقى وليله كبيره قوي سعادتك محتاجه لها يجي $100,000 لحد ما وصلت للشكل اللي هي عليه حاليا. واثناء ما هي رايحه اول يوم دراسه في المدرسه الثانويه شافت يو واقف مهموم، فراحت تساله في مشكله ولا ايه. فقال لها استماره الدخول بتاعتي طارت واتعلقت فوق الشجره دي ومش عارف اجيبها. فصعب عليها وقالت له امسك الشنطه دي وانا هتشعبط واجيبها
اجيبها لك. فقال لها لا لا بلاش، ده خطر عليكي وممكن تقعي. فقالت له يا عم عيب عليك، ده انا نينجا. وبالفعل اتشعبطت على الشجره وجابت له الاستماره. فانبهر طبعا يو من قدراتها دي وشكرها على المساعده. وبعد كده قابلها تاني بالصدفه فقال لها شكرا جدا انك انقذتيني. فقالت له انقذتك ازاي؟ فقال لها انا بعاني من النحس وسوء الحظ دايما، فلو ما كنتش جيتي كنت هتشعبط انا اجيب الاستماره، وبسبب حظ الفرق اكيد غصن الشجره كان هيتكسر بيا وهقع على الارض واتدشمل. وقام مبتسم ليها كده وقال لها انا مبسوط اني شفتك تاني. فخدت شيك الصدمه حرفيا بقى وقعدت تقول لنفسها هو مبسوط قوي كده ليه على تصرف مش لطيف زي ده. وراحت تساله عن اسمه فقال لها يو. ومن هنا بدات قصتهم مع بعض. وبنرجع للحاضر مره تانية وبتشوف شيك قلم روج بيعجبها بس بيطلع غالي جدا. فبيبص فوجي كده عليها ومش بيتكلم. لكن اول ما بتروح شيك البيت بتلاقي قلم الروج ومعاه رساله من فوجي اللي طلع جابه لها كهديه من وراها. وبيقول لها بالتوفيق في الديت. لا طلع اخ حنين يا جدعان واحنا كنا ظالمينه ومركب قرون ايه هتخرم السما. وتاني يوم بتلبس وبتحط من الروج ده فبتجيلها ثقه كبيره كده في نفسها عشان جاي من اخوها بكل حب بقى. وبتروح تقابل يو اللي كان واقف مستنيها. واول ما بيشوفها بينبهر من جمالها كالعاده. وبيدخلوا حديقه الملاهي وبيشتروا اكسسوارات كده بتتلبس على الراس. وبعد كده بيروحوا اللعبه اسمها جوله في عالم الساحره الحسناء. بس بيكون طابور الانتظار قدامهم طويل جدا فبيدردشوا مع بعض شويه عشان يضيعوا الوقت. وبيسال يو انت عندك حلم نفسك تحققيه؟ فبتقول له شيكي ايوه طبعا، زمان قريت مانجا رومانسيه خلتني ابص للحب من جانب مختلف وارغب في تجربته والحمد لله الحلم ده بيتحقق دلوقتي. وبتبص له كده فبيفهم قصدها وبيتكسف جدا الواد الحساس. وبيفضلوا يتسهروا لحد ما دورهم بيجي وبيدخلوا اللعبه. بس ما شاء الله الفنان بينام في نص الجوله. وبعد كده بيروحوا يلعبوا باقي الالعاب وبيكونوا مبسوطين وسعداء جدا. وبعدها بيروحوا يتعشوا في مطعم فاخر بس بيكون يو على الله حكايته خالص. فبتفهموا شيك الدنيا عشان ما يفضحهمش وبياكلوا سوا وبيتبسطوا. وبتقول شيك ليو ابسط الامور لما بعملها معاك بتسعدني جدا كانها حاجه كبيره. فبيتحرج الواد ده وبيقول لها انت بتبالغي بس. وبعد كده بيتلحلح وبيقول لها كلمتين رومانسيين هو كمان. فبيقول لها انت اجمل حاجه بتشوفها عيني كل يوم. فبتتحرج هي كمان زيه وبيقعدوا يسبلوا لبعض العالم الملزقه دول. وفجاه بتطب عليهم الجرسونه وبتقطع اللحظه دي عشان تشيل الاكل. حتى في الرومانسيه حظه فقر يخرب بيت وشك يلا. وبعد ما بيخلصوا عشاء بيروحوا يركبوا مركبه في النهر وبيكون المنظر بالليل في قمه الجمال وبيعجبهم جدا. فبيقول يو احنا لازم ناخد صوره رايقه كده مع الفيو ده. فبتوافق شيكي وبيطلع يوم موبايله ولسه هيتصور مع شيكي. لكن الواد الفقري ده النحس بتاعه بيشتغل وكل الانوار اللي في حديقه الملاهي بتطفي فجاه بسبب عطل. ده لو معمول له عمل على خف جمل مش هيبقى بالشكل ده يا جدع. بس بيستغل الواد الفاسق ده ان الدنيا ضلمه والجو هس وبيقوم عامل تنفس صناعي للبت شيكي. صدق اللي قال انه امان لاي مان مهما كان غلبان. وتاني يوم في المدرسه بيكون يو قاعد متلبش في نفسه كده. فبيقول له انزو مالك ياض انت اتلبست ولا ايه؟ بس الفنان بيكون قاعد مكسوف من اللي عمله امبارح وبيقول في نفسه انا ازاي اتجرأت وعملت كده. وعلى الجانب الاخر بتقعد نيمو وهاتشي يستجوبوا شيكي. هو بيسالوها ايه اللي حصل امبارح يا بت شجينه. فبتتكسف طبعا البت دي وبتقول لهم لا مفيش حاجه، ده احنا ما مسكناش ايد بعض حتى. بارك الله فيك يا اختاه. بس مش بيسيبها جوز المسخره دول لحد ما بتعترف لهم باللي حصل. وبتمر الايام وبيفضل يو شيكي كابل كيوت كده وملزق وعلاقتهم بتتطور يوم بعد يوم وبيعيشوا في سعاده مع بعض. وبينتهي المسلسل صديقي الصدوق. وفي النهايه لو عجبك الانمي ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما تنزل. سلام.